ايوه والله ما انا داري، انا عاد خرجت من البيت الان رايح البقاله وبروح 10 دقائق كذا. يلا مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا حسين. الحمد لله رب العالمين. شوف، في موضوع عشان اكلمك فيه بس متردد. شوف انا خايف تزعل مني، بس انا جارك، من حق الجار النصيحه. ايش فيها حسين؟ جبت لي القلق. تكلم يا اخي، انا ما بزعلش من نصيحه. يا اخي الموضوع كذا ببساطه عن ابنك. يا حسين ادخل بالموضوع كذا بدون مقدمات. يا اخي كذا هو الموضوع عن تربيتك له، ومن الاخير كذا انا شفته قبل كم يوم مع اصحابه الصغار بدون ما تزعل يشربوا سيجاره وياذوا بنات، فانت لازم تهتم بابنك وتراقبه وتراقب تصرفاته. يا حسين ايش من مراقبه؟ يعني اسيب شغلي واخرج العب انا وهو واصحابه عشان اراقبه ولا كيف؟ ابني هذا مراهق، خليه يشل له وقته. تعرف كلنا كذا بسنه، بعدين هو بيكبر وبيفهم وانا بعرف اربيه بعدين. شوف لو ما ضبطتش من الان وركز على تصرفاته لا بيحترمك ولا عاد بيحترم اي حد. لازم توعيه واهم شيء تسيطر عليه. اسيطر عليه؟ لو على السيطره يا صديقي حسين، انا كلمه مني بس ما عيدش صوتي، بس صوتي اسمعوا يرتعب، صوتي بس صوتي. ايش يا ابني؟ هات 1000. هات 1000 يا ابني؟ ليش الان؟ صلي على النبي. ايش بالألف؟ بعدين انا الان مشغول مع عمك حسين، معانا موضوع مهم، روحوا بعدين نهدر الهدره هذه. هات 1000 لا تجنيش يا ابني عيب ما يسمح كلام ابوك كذا، ما لا ما يقصدنيش انا، مالك يا حسين؟ مش معقول يهدر معي الهدره هذه يعني. هو ابدا ما يكلمني الا باحترام، صح يا ابني؟ تعال نهدر الحين. تعال هنا. ما انت تقصد ما قلت ما تضبح بيش؟ اقصدك انت، وبعدين لا تكثر شي دار، اصحابي مريقين الشارع لي. هي هات 1000. والله انك قليل تربيه من صدق، وانا ما عرفت اربيك، واليوم قد معك هدره ثاني. ها امسك ال1000 ومشي صورتك، خزيت بنا قدام الرجال، وانا بعدين بوريك شغلك. ايش بتعمل؟ ايش بعمل؟ والله ما عرفت اربيه من صدق. اسمع، امشي من قدامي الان ولا والله بعدين لا اشتكي لامك. امي لا لا حول ولا قوه الا بالله. ماله كان يقول امي ومدري ايش امي لا، ايش قلت له؟ لا ولا حاجه، بس انا قلت له اذا ما بتروحش بروح البيت ادعسك انت وامك، فاخاف على امي يقول امي لا. بس انا مستغرب اول مره يكلمني بهذه الطريقه. كلمك بهذه الطريقه؟ اكيد تعلم من اصحابه الفاسدين اللي في الشوارع، وانت فين؟ انت ولا يهمك ولا مركز مع من يروح ولا مع من يجي. والله عندك حق، بس انا من الان براجع حساباتي. ايوه حصلت الحاجه اللي نشتريها، دبرت 1000 دحين عن السين نشتري سيجاره والباقي لبن ونعناع عشان الريحه. سابر يلا قوه. ما فيش حاجه اسمها خليه له حاله كذا، ده سن لازم يتحمل فيها المسؤوليه ويحاسب على تصرفاته، واهم شيء يحترمك. يحترمني؟ ايش قصدك عنه ما يحترمنيش؟ يا اخي يحترمك اكثر شويه. ايوه معك حق، لازم يزيد احترامي شويه. المهم اسمع، انا رايح البقاله الان، بتجي معي ونكمل كلامنا بالطريق. يلا. هي امشي. شوف بنات جالس مع من ايش يسوي. شوف هذا رياض، انا بوري له والله ان انا غلطان فعلا ان انا سيبت له حاله، هذه نهايته، انا بوريك. ايوه سوا يا ابني، تعال. هي اللي تقول لي جالس مع اصحابي والعب واجلس معاهم، هي دي الجلسه؟ لو كنت تشتغل معي بالمحل وجالس بدل الفرقه هذه ما كنت بتوصل لدي الدرجه. اسمع، من بكره تبكر معي المحل وتشتغل، تمام؟ هيا امشي قدامي، امشي. المهم اكثر الاباء